علماء الأمة في هذه الساعة في الحقيقة في أشد أنواع، أنا مش عارف أسميها أشد أنواع الرهبة مثلا من إنه كيف سيقيمون بعد ساعة أو ساعتين. فالمسألة لابد أن تخرج إلى نطاق وإلى منزلة تعبر عن أن هذه كلمة البصيرة، كلمة العلماء أصحاب البصيرة اللي فاهمين كيف يحركون الأرض فعلا. وأنا لا أخفي عن حضراتكم، إحنا منذ وعينا، إحنا كلنا والمطارق تنهال على رؤوس المسلمين، يعني منذ وعينا قاعدين نسمع عن كشمير، عن الشيشان، عن البوسنة والهرسك، عن أفغانستان، عن فلسطين، عن مطارق. ومن عجيب الأمر أن المسلمين لم يقصروا في الغضب العاتي، الغضب الشديد، مصحف يداس عليه بالأقدام، كاريكاتير يرسم عن الرسول عليه الصلاة والسلام، مصحف يلقى في حمام من الحمامات في جوانتنامو. المسلمون لم يقصروا في الغضب وعنفوان الغضب العاتي. ومع ذلك ألا تعجبون إنه لما تيجي ترصد تجد إنه غضب المسلمين دائما لا وزن له على الميزان، لدرجة إن أعدائنا لا يبذلون أي جهد في تجنب غضبنا. ده هو ما بيحاولش يتجنب إنه يغضبنا. بنغضب امبارح يروح بكرة داخل مثلا على المسجد الأقصى يقتحم من بوابة جديدة، يعمل كده في العالم. يعني حتى مجرد أنه يحاول أن يتجنب غضبنا نقطة ليست على جدول الأعمال، فضلا عن أنه ما بيحاولش يتجنب رد فعلنا، لأنه رد فعلنا دائما غير فاعل. هو ما بيعملش شيء جديد على الأرض. اليوم لما تنبت قضية جديدة كقضية سوريا جديدة، يعني من سنتين احنا ثورات، ثورة مصر، ثورة تونس، ثورة ليبيا، ثورة اليمن، ثورة سوريا، ما ينفعش ان احنا نتكلم في القضية بنفس المعطيات اللي خلتنا رخاص جدا لدرجة انه ما بيتجنبوش غضبنا. يا راجل ده عمل رسوم كاريكاتيرية غضبنا، لما هدأ غضبنا قعدوا نشرها تاني عشان نطلع تاني، وكأن الأمر كأننا مش موجودين خالص. لذلك المؤتمرات التي تعقد إذا مشيت بنفس الطريقة يبقى ستصل أيضا إلى أنه لا مثاقيل لنا على الميزان. فلازم يعني ألا نفكر، مش فرصة بقى نشوف هو احنا ليه ما بنمثلش تقل على الميزان خالص، هواء كده. ليه احنا اللي قاعدين في المدرجات وهم اللي موجودين في الملعب بيلعبوا؟ ففرصة اليوم ان احنا في عجالة نقول مثلا 1 2 3 4 علشان ربما قد نستطيع ان نتحول الى نقطة فاعلة على الميزان لها ثقل. انا هقول لحضراتكم مدرستي، انا بعتقد ايه هي اول نقطة، واسمحوا لي وسامحوني إذا كنت محددا فآلم ذلك قلبي أو قلوب بعض إخواني. أولا خلينا صرحاء، إحنا دايما بنتكلم في النطاق الآمن اللي أعرف بعض أروح بيتنا ومحدش يقول لي حاجة. فدائما أتكلم مقتصدا في ذكر كلمة الحق، لأن عايز أروح بيتي وأنا شايف إن الكلام السخن بيجيب نتيجة مع الشعوب العربية والإسلامية، فأتكلم لماذا أتكلم فيما هو أخطر. فرضينا دائما خلينا صادقين أن نتكلم في القدر اللي هو قبل الشريحة الفاعلة. دايما كلنا كده،
بنتكلم قبل الشريحة الفاعلة الصانعة المحركة بدرجة، عشان أعرف أنا عندي نظام سياسي في بلدي ومروح البلد تاني. فأصبح كلامنا بصراحة معظمه كلام ملون بما، وهذا ليس شأن العلماء. العالم هو الذي لا تبينونه للناس ولا تكتمونه، يخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. فلا بد أن يكون محددا، يا إما هنعرف نتكلم في الصميم، يا إما مش هينفع إن إحنا نفضل، واسمعوا هذه الكلمة، نخدع من وراءنا ممن يسمعوننا فيظنون أن هذه كلمات العلماء، وهي كلمات الذين ساقوا كلماتهم بين العلم وبين خوفهم من الظروف. فلم تعد هي الكلمة المسددة والناس يظنونها الكلمة المسددة. لابد أن ننتقل من شريحة الجزء غير الآمن إلى الجزء الصادق الصحيح الذي يصب في الصميم. النقطة الثانية إنه إحنا يا إخواني دايما ندير الحراك ونغرق فيه، لكن لا ندبر المرسى والمآل الذي يؤول إليه الحراك. إحنا نغرق، وإسرائيل وأمريكا هي اللي تقعد تشوف هو أنا هعمل إيه بعد 6 أشهر لما أجي أحل المشكلة. فأنا أفضل أشتري أكل وسلاح وأعمل مؤتمرات وأحارب، بس الطريقة اللي هينتهي إليها القضية اللي تنتهي إليها المشكلة بيجهزها أسيادنا. إنما إحنا لم نتعلم كيف نعد المآل المرسى. ولذلك أنا تكلمت من قبل في المؤتمر الذي تفضل إخواني وعقدوه من أظن أسبوعين أو شيء من هذا القبيل في القاهرة، إنه إذا كنا صادقين حقا، وفود من الأعلام اللي بتبرق لها كده الكاميرات والفلاشات تتحرك في القرى والأحياء في سوريا وتلف جبهات، وإحنا عندنا جبهات في سوريا في قرى وأحياء وحواري ومضايق، يروحوا ليتولوا جمع الأمة. التانيين هم اللي بيعملوا مجلس يمثل سوريا ويسموه الممثل الشرعي والوحيد للشعب السوري، وأصبحتوا كلكم معشر المجاهدين لا ممثل شرعي ولا وحيد ولا موجودين. وساعتها وأنا سمعت في الإذاعة بنفسي يقولوا إن علينا جماعة المعارضين، لأن أصله القوى العالمية زي ما بتجهز بشار الأسد واللي معاه بتصنع كمان المعارضة. هو هيجيبك أنت معارضة؟ أنت مين أنت؟ إحنا لما حصلت نكبة في فلسطين، قبل نكبة فلسطين كانوا عرفوا يأمنوا البلاد اللي حوالين فلسطين. مصر بقى النظام السياسي فيها ما يقدرش يقاوم، الأردن كذلك، لبنان كذلك، سوريا كذلك. لما اطمئنوا ان كل النظم السياسيه اللي حوالين فلسطين الحمد لله ما تعرفش تعمل حاجه، راحوا احتلوا فلسطين. فهم مجهزين. وماذا بعد؟ لازم احنا نفكر بهذه الطريقه، وماذا بعد؟ انما نقعد اشتغل ويطلع لي في الجورنال بكره الممثل الشرعي والوحيد للشعب السوري هو فلان، ويقولوا في الاذاعه، بيقولوا البعض انزلوا في الاحياء سوريا عشان الارض تعرفكم، ويبقى حضراتكم اللي بذلتوا الدم والارواح والمهج ومحن النساء، وهم اللي هيبقوا سيادنا بكره يمسكوا هم الحكم برضه. هي القضيه، مع ان انا ارى اجرام الشيعه في ايران وفي لبنان وفي غيره وفي بلاد اخرى كثيره، بس هي دي المشكله. يا سلام، ده لو كل اللي بنقوله هنا ده هو ده المشكله، بكره الصبح امريكا هتشيل لكم بشار والنظام الشيعي وتجيب عملاء من السنه في سوريا يحكموا سوريا، عملاء لامريكا واسرائيل. هذا جزء من المشكله وليس المشكله كلها. ما يقدر هو يعمل كده، هو ما عندهوش مليون واحد يستجيب له من اهل السنه من اللي بتدفع لهم رواتب. ما عندنا مصر كلها سنه هنا ومليانه عملاء ومليانه خائنين. هي المشكله لازم، ولذلك بقى دي النقطه الثالثه، لازم نبقى صرحاء في وصف قضيتنا. احنا واحنا بنوصف قضيتنا نوصفها صح.
أقول لكم بصراحة يا إخواني، إحنا خايفين نوصف قضيتنا بصحيح. إحنا قاعدين ندخل نفسنا في زمرة الآخرين، إن بس مجرد الطغيان عشان بيضربونا وبيقتلونا. ليه؟ هو ده الإسلام اللي ربنا نزله؟ الإسلام يقول إننا نريد أن نبني نظاما إسلاميا. إحنا خايفين نقول كده. إحنا متصورين إن إحنا لما نقول كده هنزود العدوان علينا ونزود الضدية لنا. وهم فاهميننا كويس، هم محتاجين أنت تقول علشان يقول هو هيهاجمني بنسبة كام في المية. هو عارف كويس جدا أنت مين. إن شاء الله يا رب بتحلق دقنك وتعمل البدع وتترك الصلاة، هو فاهم أنت عايز إيه. فاهم كويس جدا جدا، فهو يعاملك على حقيقتك. فانت بقى ما تترعبش من انك تقول الحقيقه. نحن لا نريد اسقاط الطغيان فقط، ده فرع، لكن نحن نريد ان نقيم الاسلام. يا راجل، ده احنا لما بنقعد نتكلم عن الخطاب، تجديد الخطاب الاسلامي، بنقصد بيه ازاي نقول خطاب يرضي عدونا وفي نفس الوقت ما يوصلش لدرجة انه يقتنع ويستجيب للدعوة. يعني ضلال في ضلال، يعني خلي الخطاب يعجبه، بس مش يعجبه يعني يسلم، لا يعجبه ان حلو قوي كده. فبقينا خايفين نتكلم عن حقيقة الدين. لا، نحن نريد ان ننشئ نظاما اسلاميا، نريد ان ننشئ دولة اسلامية سنية. سوريا مش قضية ان سوريا ضد الشعب، سوريا دي حدود الاسرائيليين. الملك حسين لما مات جاله زعماء العالم كله يمشوا في جنازته علشان يقولوا ان الاردن لانها حدود الاسرائيليين مضمونة بالنظم العالمية كلها. سوريا حدود الاسرائيليين، امريكا واسرائيل شغالة فيها، لازم نفهم. ونحن لابد ان نكون صرحاء بما امرنا به ديننا. نحن نريد ان ننشئ دولة عقائدية اسلامية. ده احنا يا راجل خايفين من رسالتنا، بنقولها في الاوض لما بنقفل على بعض وما مش عارفين نقولها علنا عشان خايفين من اعدائنا. ويا ليت يا اخواني، يا ليت هذا الخوف بينقص ضديتهم لنا. ما بيحصلش، هم فاهمين كويس جدا. حتى لو فضلت ساكت هم فاهمين. أفلا نكون نحن أصحاب بصيرة بقى إن إحنا نقدر نعمل؟ ولذلك والله أنا بتصور إن هذا عين الضلال في الحقيقة. ولذلك إحنا عايزين، في مرة بعد المؤتمر السابق جلست مع بعض أساتذتي وإخواني من المجاهدين في سوريا، فقالوا لي ما هي جبهتين، جبهة عايزة تذكر هذا الكلام الواضح، وجبهة تخشى أن الشعب يتخض. الشعب طبعا بقاله عشرات السنين إعلام بيخوفه من أي حاجة إسلامية. بقى دول يضربوا بالسلاح، لكن أنت لو اتكلمت عن السلاح تبقى وحش. إحنا عندنا في مصر هنا ناس دخلت محتلة مكتب وزير الثقافة. أنا بقى هدور على وزير احتل مكتبه كده بكرة، هيبقى الكلام إزاي؟ فده إحنا عندنا عزمة في هذا الدين اسمها أعرض عنهم، اسمها أعرض عن المشركين، أعرض عن الجاهلين. هقعد نخلي برنامجي أنا طبقا للكلام اللي بيقولوه وأنا بسمعه. لابد أن يكون واضحا. نحن لا نريد، ولذلك يا إخواني بصراحة مش إحنا في معركة أهو، حتى لما بننتصر انتصرنا بقى وطلعنا زي ما في أفغانستان انتصروا ومش عارف فين انتصروا وفين انتصروا، انتصرنا بقى في سوريا. اسمع الكلمة المرة دي، يقول انتصارنا إلى هزيمة. احنا اللي عاملينها بإيدينا. ليه؟ لأنك بتدخل نفسك في ضمن المناهج الأرضية التانية اللي موجودة في بلدك. يقول لك لا، الوطنية امشي تبع الناس كده، خليهم ده شيوعي وده ليبرالي وده علماني وده مش عارف ايه وده ايه، وامشي على حسب ده، فتنتصر وتبذل دمك وبعدين تسلمها لمجمع العلمانيين والليبراليين خلاص. طيب، على كل حال نحن يعني أنا والله كان نفسي قبل ما الميعاد ينتهي ب10 دقايق ينبهني، لكن طيب على كل حال، لأنه أنا برضه يعني سيحرجني أن أتجاوز الوقت. فإخواني، أسأل الله سبحانه وتعالى إن إحنا نفقه
إن اللي ما يعرفش بقى يتكلم بالطريقة التي تكافئ خطة العدو يعني ما يتكلمش بقى خلاص. ليه؟ لأنه مش هينفع. لابد أن نكافئ هذا. وأسأل الله، والله أنا كان يعني طبعا كلنا هذا الرجل كان يتمنى الإنسان أن يبلغ في القضية إلى أقصاها، لكن على كل حال لعل في هذا الوقت الكفاية. كل الذي أحذر إخواني منه أن تؤول انتصاراتهم إلى هزيمة، بأن ينتصروا ويبذلوا الدماء والأرواح ثم يسلموها. وإحنا يعني عايزين مصر يبقى فيها رئيس ولكن منهجها المنهج الملخبط. عايزين سوريا نوصل ان احنا نمشي بشار ونجيب منهج. ما ينفعش ننتصر ونقول الى هزيمه بتسليم انفسنا. نحن اصحاب منهج، اصحاب رساله. ايها الاخوه، النبي عليه الصلاه والسلام لما ارسل من اول لحظه قالوا له ايه رايك نخليك انت الملك؟ ما رضيش. هيخلوه الملك؟ يا راجل ده انا بحاول ابقى عضو مجلس شعب، الانتخابات بيزوروها، عضو مجلس محلي بيزوروها، بطلع صحيفه يلغوها، بعمل حقوق بيقولوا هتبقى الملك. قال لهم لا، ما بقاش الملك، لانه يريد سلطانا لا للشخص ولكن للمنهج. اوعوا تتكلموا. انا يعني جزا الله كل من وقف في الجهاد اسيادي وتاج راسي، بس عايز اقول له لا، مش الجهاد مستمر الى ان يسقط بشار والنظام. لا يا فندم، احنا اللي عملناه في نفسنا ان احنا نتيجة الهزة النفسية والرجة النفسية بقينا نختار اهداف متواضعة ساقطة الهمة واقعة في الارض، فبقى سهل يخلصوا اي مشكلة لما يحبوا يخلصوها بانه يديك حاجة بسيطة وتتبسط. احنا كنا فين وبقينا فين؟ لا فيما نظن والله اعلم، انما هو هكذا شعوريا اننا بين يدي اشراط الساعة، وهذا وقت إما أن نضيع سوريا وإما أن ننصر سوريا بأن ننصر منهج الإسلام فيها. وأعتقد أن هذا ما ينبغي أو ما أقترح أن تكون نبرة العلماء. أنا آسف جدا لتجاوز الوقت، والسلام عليكم ورحمة الله.